المغرب وجهة سياحية شهيرة بفضل ما تملكه من مقومات لا مثيل لها. السياحة في المغرب حتماً ستلهمك بكل تفاصيلها الجغرافية والتراثية. عاصمتها الرباط اختصرت كل محاسن المدن من فرط جمالها وروعة معالمها. في هذا الفيديو سنطلعك على أجمل 8 وجهات سياحية في المغرب. ثانياً، معلومات تهمك عن المغرب مثل الطقس، الفنادق وغيرها. ثالثاً، نصائح مهمة قبل السفر إلى المغرب. أولاً، أجمل 8 وجهات سياحية في المغرب. 1. مراكش. مراكش هي ثالث أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان، فهي تتميز بطبيعتها الخلابة وجمالها الساحر. ستستمتع هناك بالتناغم بين روعة الحاضر وجمال الماضي والغوص في أعماق معالمها السياحية. يوجد بها أسوار تاريخية وحدائق ذات تصميم متميز، وتضم العديد من المتاحف والمعالم الأثرية. من أهم أماكن السياحة في مراكش ساحة جامع الفنا، حيث تعتبر قلب المدينة النابض بالحياة، حيث يجتمع فيها العديد من مروضي الأفاعي والأحجيات، وأيضاً رواة القصص والموسيقيين. 2. الرباط. الرباط هي العاصمة المغربية وتعد ثاني أكبر مدن المغرب، فهي تحتضن الكثير من المعالم السياحية. تتميز الرباط بموقعها المتميز على سهل كبير يطل على المحيط الأطلسي، ويمر في وسطها أيضاً نهر أبي رقراق. تضم المدينة عدداً من الوجهات السياحية المتنوعة، أبرزها قصبة الوداية وصومعة حسان ومدينة الشالة التاريخية. تستقطب الرباط في المغرب آلاف الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم، لما تحويه من معالم جذب رائعة. 3. طنجة. تعتبر مدينة طنجة هي سادس أكبر مدن المغرب، فهي تتميز بمعالمها السياحية البارزة. يوجد بهذه المدينة مغارة عرقل، والتي تعد من أكبر المغارات الموجودة في أفريقيا، كما أنها تتميز أيضاً بأبراجها وأبوابها الضخمة. كذلك تنفرد بغابات الرميلات. يمكنك أيضاً زيارة متحف الفنون المغربية، والذي يتميز بارتفاعه الشاهق، حيث يطل على مضيق جبل طارق والمدينة القديمة. 4. أغادير. تعتبر أغادير من أكبر مدن المغرب، وتقع بالقرب من جبال الأطلسي، وتحتضن حدائق ومنتزهات وملاعب جولف. تضم أغادير الكثير من المعالم السياحية، وكذلك المنتجعات الصحية والشواطئ المميزة والمبهرة. من أهم الأماكن السياحية في أغادير سياحة قصبة أغادير أوفلا، وأيضاً حديقة أولهاو أغادير. لا تفوت زيارة شاطئ أغادير، فهو من أجمل وأروع الشواطئ في المغرب للسياحة. يعتبر هذا الشاطئ فرصة رائعة للاستجمام بعيداً عن صخب الحياة. عبر قناتنا ستجدون فيديوهات عن طنجة، شفشاون، مراكش، أغادير، والروابط ستجدها في المرفقات، وقريباً سننشر المزيد. 5. فاس. فاس هي ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان، ووجهة سياحية لا مثيل لها. تحتوي المدينة على معالم أثرية مميزة تعكس حضارتها عبر العصور الإسلامية القديمة. تتميز مدينة فاس بأنها أكبر منطقة خالية من السيارات، ولذلك فإن بيئتها نظيفة. يوجد بالمدينة جامع القرويين الذي يتميز ببساطة تصميمه وزخارفه، وكذلك متحف الفنون والحرف الخشبية. كما يوجد بها متحف دار البطحاء الذي يضم مجموعة نادرة من التحف الفنية ومصنوعات من الحرف اليدوية. 6. الدار البيضاء. تعد الدار البيضاء واحدة من أجمل المدن في المغرب، وتطل على محيط الساحل المغربي. تضم هذه المدينة الكثير من الحدائق والمنتزهات، فهي القلب النابض للمغرب. من أشهر أماكن السياحة في الدار البيضاء حديقة الجامعة العربية، حيث أنها مصممة على طراز الحدائق الفرنسية، وتضم العديد من النباتات كأشجار النخيل.
من المعالم السياحية في الدار البيضاء أيضاً مسجد الحسن الثاني، حيث يعد أكبر معلم ديني في المغرب، وهو السابع كذلك على مستوى العالم. ادعمنا بلايك إذا وجدت ما يفيدك. 7. شفشاون. شفشاون واحدة من أروع وأجمل مدن المغرب، حيث تقع على الساحل الشمالي الشرقي. تسمى شفشاون بالمدينة الزرقاء، وذلك نسبة لانتشار البيوت الزرقاء في أرجائها. تتميز المدينة بوجود الشلالات والأماكن الطبيعية البديعة، وكذلك المعالم التاريخية. لا تفوت زيارة شلالات أقشور عند زيارة شفشاون، حيث ستنبهر بمياه الشلال الزرقاء المحاطة بالخضرة التي تزيد من جمالها. 8. الصويرة. تسمى هذه المدينة بمدينة الرياح، وذلك لهبوب رياح الساحل بكثرة فيها. تعرف الصويرة بالميناء وطيور النورس الرائعة التي تحلق فوقه في مشهد درامي رائع. تتميز المدينة الساحرة بروعة معمارها الفرنسي والبرتغالي والبربري المميز، كما أن شوارعها ملتفة ومتداخلة كالمتاهات، فالمدينة تعتبر فرصة رائعة لركوب الأمواج. اكتب لنا في التعليقات الوجهات المغربية التي تود أن نقوم بعمل فيديوهات عنها. ثانياً، معلومات عن المغرب مثل الطقس، الفنادق وغيرها. كم يوماً مناسباً للسياحة في المغرب؟ العدد المثالي للأيام التي تحتاجها لرؤية المغرب هو على الأقل من 7 أيام إلى 10 أيام، بوتيرة مريحة. أسبوع في الصحراء المغربية والمدن الإمبراطورية هو وقت كاف لمشاهدة أبرز معالم البلاد. ما هو أفضل وقت للسفر إلى المغرب؟ يعتبر أفضل وقت لزيارة المغرب من شهر مارس إلى مايو، إذ إن هذه الفترة تتميز بالجو المعتدل وتتساقط الأمطار الخفيفة، ذلك بالإضافة للطقس الدافئ. هل زيارة المغرب مكلفة للغاية؟ الأسعار في المغرب متوسطة السعر، لكن إذا كنت ستسكن في فنادق فاخرة وتتناول أيضاً الطعام في المطاعم الفاخرة، فستتكلف رحلتك كتكلفة السياحة في الدول الأوروبية، ومن يريد التوفير أيضاً سيقدر على ذلك. ما متوسط تكلفة فندق في المغرب؟ سيحصل المسافرون إلى المغرب على عدد كبير من خيارات الإقامة الرائعة مع مجموعة متنوعة من الأسعار الرائعة. متوسط أسعار الفنادق ال5 نجوم في المغرب $200 أمريكي، و3 نجوم من $50. أما الفنادق النجمة الواحدة فتبدأ من $30. عبر قناتنا ستجدون المزيد من المعلومات عن المغرب التي لم يتسع وقت الفيديو لذكرها. ما هو متوسط أسعار الوجبات في المغرب؟ الطعام غير مكلف للغاية في المغرب، ويمكنك الحصول عليه بسهولة من خلال إنفاق حوالي 12 إلى $15 في اليوم. ثالثاً، نصائح مهمة للسفر إلى المغرب. 1. احرص على المساومة أثناء التسوق في المغرب لتوفير الكثير من النفقات. 2. خذ حذرك من المرشدين المحليين في المغرب وتنبه لهم جيداً. 3. تجنب شرب مياه الصنبور في المغرب واعتمد على المياه المعبأة. 4. عليك الاستئذان قبل التقاط الصور لسكان المغرب حتى لا تتعرض للإساءة والنقد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.